في فرق كبير جدا من فيلم بيصدمك وفيلم يفضل طول الوقت يوعدك انه هيصدمك وفي الاخر يسيبك قاعد وانت عمال تسأل هو فين الفيلم اصلا. اهو ده تقريبا احساسي وانا بتفرج على فيلم سفاح التجمع. احنا هنا قدام فيلم من النوع اللي الناس بطبيعتها بتنجذب له وبسرعة جدا، جريمة حقيقية أو مستوحاة من واقع صادم، سفاح، ضحايا، اضطرابات نفسية، وتحقيقات النيابة. يعني كل المكونات اللي تخلي أي حد يقول أوكي أنا مهتم، يلا احكيلي. وفعلا من أول ما تسمع اسم الفيلم ومن أول ما تعرف إنه بيتكلم عن سفاح طبيعي جدا إن الفضول يشتغل، خصوصا إن احنا كمشاهدين عندنا فضول كبير من ناحية الحكايات اللي شبه دي، حكايات المجرمين والقتلة والشخصيات المضطربة والأعمال اللي بتمشي في منطقة ما بين الرعب النفسي والجريمة. ومن هنا سفاح التجمع كان عنده فرصة حقيقية كبيرة جدا إنه يطلع فيلم قوي أو على الأقل فيلم يفضل معلق في دماغك. لكن اللي حصل بالنسبة لي إنه طلع فيلم عادي جدا جدا، مش كارثة مطلقة، لكن كمان مش الفيلم اللي كان ممكن يطلع من المادة دي. خلينا الأول نتكلم عن الفكرة الأساسية. الفيلم باختصار بيدور حوالين شخص عنده اضطرابات نفسية واضحة جدا، والاضطرابات دي الفيلم بيحاول يربطها بحاجات حصلت له في طفولته أو بتجارب مر بيها سواء في البيت أو بسبب التنمر أو بسبب علاقته المعقدة بأهله، وبعدها بيكبر ويدخل في عالم طريق مرعب جدا. شخص بيختار ضحاياه بعناية وبيركز على بنات غالبا ما عندهمش حد يسأل عليهم أو ناس مقطوعين من شجرة، وبعدها يبدأ يمارس جرائمه عليهم. ومن هنا الفيلم بيفتح ملف التحقيق والفلاش باك والرحلة اللي المفروض بقى نفهم منها هو بقى كده ليه وإزاي وصل للمرحلة دي وإيه اللي ممكن يحصل بعد كده. وعلى مستوى الفكرة المجردة لازم أقول إن الفيلم مغري جدا. يعني لو أنت كاتب أو مخرج ومعاك خامة زي دي فأنت معاك مساحة ضخمة جدا تبني عليها براحتك. شخصية معقدة، جرائم متكررة، ماضي فيه شروخ، شرطة، ضحايا، تحقيقات، وعالم من النوع ده بيديك فرصة بقى تلعب. لكن هنا أول مشكلة كبيرة جدا، الفيلم حسسني طول الوقت إنه هو ملخص لفيلم مش الفيلم نفسه. ودي جملة مهمة جدا لأن ده تقريبا الشعور اللي مسيطر عليا وأنا بتفرج على الفيلم، إن في حاجات كتيرة جدا ناقصة، إن في تفاصيل الفيلم محتاجها علشان يتنفس لكنه مش بيديها لنفسه، وإن السيناريو داخل جري على الأحداث بشكل بيخليني أنا كمشاهد مش ملاحق أتورط ولا لاحق أرتبط ولا حتى أفهم الشخصيات اللي زي دي اللي المفروض أفهمها. خليني أبدأ بالحاجة اللي فعلا شايفها أفضل ما في الفيلم وهي أحمد الفيشاوي. أنا بصراحة شايف إن أحمد الفيشاوي من الممثلين اللي عندهم قدرة حقيقية جدا 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 على التقمص، وعنده خامة مميزة جدا ومن سنين طويلة وهو قدر يثبت لنا إن هو ممثل شاطر جدا حتى لو اختياراته نفسها مش دايما في صالحه، وده شيء مهم جدا عشان نعرف نفرق بينه وبين أي ممثل تاني موهوب. لكن المشاريع اللي بيدخلها دايما أقل من طاقته، وده للأسف حصل مع الفيشاوي في فترات كتيرة جدا، لكنه هنا على الأقل كان العنصر الأكثر إقناعا في الفيلم كله على مستوى النظرات، طريقة الكلام، الطاقة الغريبة اللي طالعة منه، الإحساس إن في حاجة مش سوية في الراجل ده. كل ده كان حاضر. أوقات كده كنت بحس فعلا إن الفيشاوي قادر يخليك تقلق منه، تخاف منه، او على الاقل تبقى حاسس انك مش مطمن وهو موجود، لانك لو ما خفتش من الشخصيه دي او ما حسيتش ان هي مؤذيه او مضطربه الفيلم كله يقع. فالفيشاوي هنا بالنسبه لي هو اوضح نقطه ايجابيه في التجربه كلها. لكن وفي نفس الوقت لازم اكون صريح، انا كنت متوقع منه اكتر من كده بكتير، وده مش لانه اداؤه سيء، بالعكس، لكن لان الشخصيه نفسها كان ممكن تطلع منها طبقات اعمق بكتير جدا، وكان ممكن كمان يقدم منها مناطق اخطر واوضح واغنى نفسيا. وانا هنا مش بلومه لوحده لان جزء كبير من المشكله راجع للورق اصلا. يعني احيانا كنت حاسس ان الفيشاوي بيحاول يمسك شخصيه لسه السيناريو نفسه ما رسمهاش بالكامل، فهو هنا قدام شخصيه شريره مضطربه لكن ابعادها مش مكتمله ومشاعرها مش مبنيه صح، فطبيعي ان اللي يوصلك منه اقل من الامكانيات الحقيقيه للممثل. اما بقى باقي الفريق فبصراحه شايف ان هم ما بين العادي والمقبول، يعني ما فيش حد فيهم طلع من الفيلم ده بخط اداء يعيش معايا شويه او هفتكره، باستثناء احمد الفيشاوي. في ناس حاولت وفي ناس موجوده بشكل مقبول، لكن اغلب الشخصيات اصلا مش مبنيه بشكل كامل، وده من ضمن المشاكل اللي في الفيلم. في ناس حاولت وفي ناس موجوده بشكل مقبول، لكن اغلب الشخصيات اصلا مش مبنيه صح، وده
من ضمن مشاكل الفيلم الكبيرة إنك عندك شخصيات كتيرة لكن قليل جدا منهم اللي تقدر تقول إن هم مكتوبين بمستوى جيد. ولو هنتكلم بقى عن الإخراج فأنا شايف إن الفيلم كان عنده محاولات كويسة على مستوى العنف أو الإحساس العام. يعني في لحظات معينة كده تحس إن المخرج عايز يخلق جو مشحون وعايز يديك شعور بعدم الراحة وعايز يوصل لك إن العالم ده مش مريح ومش نظيف ومليان حاجة مش سليمة. لكن المشكلة إن التنفيذ ما كانش ثابت، في حاجات اتعملت كويس وفي حاجات تانية حسيت إن هي ناقصة جدا أو اتعملت باستسهال. واحدة من أهم المشاكل عندي مع الفيلم إن الفيلم قصير جدا جدا بالنسبة للحكاية اللي معاه. أنت هنا تقريبا عندك فيلم مدته في حدود ساعة وربع، ساعة وتلت، وعايز بقى جوه المدة دي تحكي أكتر من جريمة وتحكي طفولة الشخصية وتحكي تطورها وتحط تحقيق وتعمل فلاش باكات كتير وتفهمنا هو ليه بقى كده وتورينا الضحايا وخلفياتهم كمان، وده كتير جدا على الوقت ده. فالنتيجة الطبيعية كانت إنك ولا خط فيهم أخد حقه بالكامل. أنا من النوع اللي مؤمن جدا إن مش كل قصة ينفع تبقى فيلم، في قصص لازم تاخد وقتها ولازم تبقى مسلسل قصير، مثلا 6 حلقات 8 حلقات. وقصة سفاح التجمع بالنسبة لي من النوع ده، لأن المادة نفسها فيها تفاصيل كتيرة جدا وفيها طبقات وفيها فرص لفهم الشخصية أكتر وبناء الضحايا أكتر وفهم التحقيق أكتر وأكتر وفهم بقى البيئة المحيطة أكتر. إنما لما تختصر كل ده في فيلم قصير بالشكل ده فأنت هنا ضحيت بحاجات كتير مهمة. من أول المشاكل الكبيرة اللي عندي في الفيلم هي طريقة السرد، لأن الفيلم من بدري جدا بدأ يوريني جريمة وبعدها بدأ يرميني في الفلاش باك وبعدها بدأ يطلعني على التحقيق وبعدها يرجع تاني لضحية تانية وبعدها يرجع لمرحلة ثالثة وبعدها يرجع تاني للتحقيق. المشكلة هنا إن في تنقل زمني مش مقنع أصلا. في أفلام عظيمة بتعمله لكن المشكلة إن التنقل هنا مش متصمم بطريقة تخليك ماسك الخيط. يعني أنا مثلا ما حسيتش خالص إن الطريقة دي زودت الغموض، بالعكس أنا حسيت إن هي شتتتني وبدل ما تساعدني أفهم خلتني طول الوقت بحاول أرتب أفكاري. إحنا دلوقتي قبل القبض عليه ولا بعد القبض عليه؟ التحقيق ده حصل إمتى؟ الجريمة دي جت قبل إيه وبعد إيه؟ هو اعترف بالفعل ولا لسه بيدوروا عليه؟ وده في رأيي مشكلة واضحة جدا في بناء الفيلم. وفي بقى مشكلة تانية بالنسبة لي أكبر وأكبر وهي الدوافع. يعني الفيلم طول الوقت بيحاول يقولك إن في أسباب خلت الراجل ده يبقى بالشكل ده، مرة في طفولته ومرة من أبوه وأمه ومرة من التنمر ومرة من علاقته بأمه ومرة من حاجات شافها ومرة من تجارب حصلت له ومرة من علاقات عاطفية انكسرت أو اتشوهت. لكن في الآخر أنا كمشاهد ما اقتنعتش ولا سبب من الأسباب اللي اتقالت دي حسيت إن هو مبني بشكل يخلي الشخصية منطقية نفسيا. يعني أنا مش بطلب طبعا إن أي سبب يبرر الجريمة، لكن على الأقل لازم أفهم المنطق الداخلي للشخصية. لما فيلم عن سفاح يفشل يخليني أفهم السفاح نفسه بقى سفاح ليه، يبقى عنده مشكلة جوهرية. وده بقى الفرق ما بين فيلم بيوريني شخصية شريرة وبين فيلم تاني بيوريني شخصية شريرة مفهومة من غير ما تبقى مبررة. يعني مثلا بص على أعمال زي مسلسل حكاية نرجس أو حتى بعض الأعمال الكلاسيكية اللي فيها شخصيات ارتكبت جرائم. أنت مش مطلوب منك أصلا تحبهم ولا تبرر لهم، لكن مطلوب منك على الأقل تفهم دوافعهم، تفهم هم وصلوا لده ازاي. اما هنا في الفيلم بيحط لك كده كام سبب ويرميهم لك لكن من غير اي ربط نفسي حقيقي، هتبقى النتيجه انك ولا قادر تكره الشخصيه بشكل ممتع ولا قادر تحللها ولا قادر تتفاعل معاها باعتبارها دراسه لشخص مضطرب. وفي بقى مشكله تانية هي ان التحقيقات نفسها كانت جينيريك جدا، يعني من النوع كده اللي تحسه مجرد واجب لازم يتحط في اي فيلم جريمه، لكن مش مبني فعلا على الذكاء او التشويق او الشد. يعني ولا الضباط عندهم عمق ولا مسار التحقيق نفسه عنده واقع ولا في احساس ان احنا بنتقدم فعليا في فهم القضيه. بالعكس اوقات كنت حاسس ان التحقيقات موجوده بس عشان الفيلم يقول لك في تحقيقات. الموسيقى التصويريه كمان كانت مشكله، في حاجات منها كده كانت كويسه، لكن انا عندي ازمه قديمه مع افلام الرعب والجريمه اللي بتستخدم الموسيقى بطريقه زياده عن اللزوم. في مشاهد معينه الصمت ساعات بيقلقك اكتر واكتر وبيخليك مش مرتاح، وخصوصا في الافلام اللي فيها توتر نفسي او غموض. اما هنا بقى انا حسيت ان في افراط في استخدام الموسيقى، مشاهد كان ممكن الصمت فيها يبقى اقوى بكتير وده قلل من اثر بعض اللحظات اللي الموسيقى المفروض تزودها. اما بقى على مستوى الصوره الفيلم كان فيه بعض اللقطات والكادرات
لطيفة، لكن في المقابل في لقطات تانية حسيتها مبالغ فيها جدا أو معمولة بشكل يشتتك بدل ما يخدم الحالة. يعني مثلا في مشاهد كروزات كبيرة كتيرة جدا في الفيلم على تفاصيل في الوش والعين والبق والحاجات دي، وكان فيها قدر كده من الاستعراض البصري اللي ما حسيتش ان هو بيخدمني انا كمشاهد. لكن كان في لحظات تانية كنت شايف ان في شغل بصري افضل بكتير، وده يخليني اقول ان الفيلم كان فيه محاولة، بس المحاولة نفسها مش متزنة. وانا هنا بصراحة شايف ان الفرصة كانت موجودة جدا. يعني لو نفس القصة دي اتاخدت واتكتبت بتأني واتعملت في مسلسل قصير او حتى اتعملت في فيلم ولكن يكون اطول شويتين وفي مساحة اكبر للتفاصيل، كان ممكن يطلع منها شيء احسن بكتير. خصوصا ان الموضوع نفسه مادة خام قوية جدا، والفيشاوي كان ممكن يطلع منه اداء اقوى بكتير، والعالم كله كان ممكن يبقى اغنى. لكن بالشكل الحالي انا شايف ان الفيلم اضاع فرصه كبيره جدا، وده ما يمنعش ان في شويه حاجات اقدر احسبها له. من ضمنها مثلا ان الفيلم رغم نوعه ما وقعش في الاستسهال ولا في المشاهد الرخيصه والفجاجه الزائده. يعني هو مش معتمد على الاستفزاز البصري الرخيص علشان يديلك احساس بالقرف او الرعب، وده شيء انا احترمته جدا، لان في افلام كتيره جدا من النوع ده بتفتكر ان الصدمه الرخيصه هي بديل للكتابه القويه. لكن هنا على الاقل في قدر من الاحترام في طريقه تقديم بعض الحاجات. وفي النهايه لو هنوصل للخلاصه، فانا شايف ان سفاح التجمع فيلم عادي ممكن نسميه مقبول، مش فيلم وحش ولكنه مش فيلم حلو لدرجه ان انا ارشحه لك. هو فيلم فيه اداء جيد من احمد الفيشاوي، وفي فكره كان ممكن يطلع منها حاجه احسن بكتير، لكن التنفيذ والسيناريو وطريقه الحكي اضعفوه جدا جدا جدا. وسؤال الحلقه، انت بقى مع افلام الجريمه اللي تبني الشخصيه ببطء وبتفاصيل، ولا بتحب النوع السريع اللي يدخل على طول على الاحداث؟ لو شفت سفاح التجمع قول لي رايك في الكومنتات بصراحه. هل الفيلم ده مظلوم ولا هو فعلا اقل من الضجه اللي حصلت حواليه؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسيب لي رايك في الكومنتات، خصوصا لو عندك ترشيح لفيلم عربي من نفس النوع واتعمل احسن من ده. انا احمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهارده. وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير، لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكايه الصح.